إذا عنا صدر دجاج واحد وكم شغلة خضرة في البيت وبدنا أكلة تكفي العيلة كلها، رح نقدر نعمل طبخة بنقدر ونص. حنحضر مع بعض اليوم أكلة إشي من اللي بيشتهيه قلبكم، وبطنجرة واحدة وما بتاخد معاكم وقت في التحضير، يا دوبك نص ساعة وأطيب وجبة غداء ممكن تكونوا جربتوها بحياتكم صارت جاهزة. فكالعادة أحبائي خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول حتى أكسب أجر أنا وإنتو. بتمنى فضلا ليس أمرا نضغط لايك لو إحنا عم نحضر بالفيديو، بكون كتير ممنونة لإلكم. خدوا الفيديو مشاركة على صفحاتكم، أي وقت حبيتوا تطبقوا هالوصفة بيكون هالفيديو مرجع لإلكم، ونقول بسم الله ونبدأ. وكيف ما قلت لكم بطنجرة واحدة، رفعت طنجرتي على النار وضفت معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من الزيت النباتي. نزلت صدر من الدجاج كامل، طبعا الصدر أنا مستخدميته ومقطعيته لمكعبات متوسطة الحجم، أو إذا بتحبيه أصغر برضه بيمشي الحال. بدأت أشوح بالدجاج كيف ما عم بتشوفوا، ورح أنزل بحبتين من اللومي وورق لورا. حرارة الغاز هون بتكون عندي على المتوسط، مش على أدنى درجة حرارة ولا على أعلى درجة حرارة. بترك الدجاج ليستوي معي تقريبا تلتين السوا، بعد هيك ببدأ أنزل بالخضار بالتدريج. عندي هون ما يقارب حبة واحدة من الجزر، أنا مش مستخدمة أكتر من هيك، مقطعتها لمكعبات صغيرة. بدأت أشوح بالجزر، أول ما الجزر استوى عندي ضفت ما يقارب كوب ونص من البازيلا، مش أكتر من هيك، تمام. وبرضه بشوحهم وبغطي الطنجرة وبترك البازيلا والجزر ليستووا معي كامل السوا. هلا أنا عم بعطيكي فكرة بالنسبة لأنواع الخضار اللي أنا مستخدميتها، ولكن اللي متاح عندك بتحبي تستخدميه بيمشي الحال. عندي هون حبة من الفلفل الرومي الأحمر والأصفر والأخضر، قطعتهم لمكعبات صغيرة أيضا وضفتهم. بدأت أشوح فيهم وضفت عليهم البهارات، ضفت نص معلقة صغيرة من الكركم، نص معلقة صغيرة من القرفة مش أكتر من هيك، فلفل أسود وبهار مشكل. بشوحهم شوي سوا، تمام. بعد هيك رح أضيف فطر فريش، أو لو متاح عندك معلب كمان بيمشي الحال، ولو بدك تستغني عنه برضه بيمشي الحال. شوحتهم مع الذرة، ضفت ما يقارب 3-4 معالق كبار من الذرة المسلوقة. ضيف مكعب مرقة الدجاج وبضبط الملح. وكل طبختنا تشويح بتشويح، هي مش معتازة أكتر من هيك. أما شو رح تشموا ريحة بالنكهة المكسيكية، إشي عن جد بشهي القلب. أول ما تشوحت عندي كليات المكونات وتأكدت إنه الخضار والدجاج استوى عندي تماما، رح أشيل ما يقارب 4-5 كفاكير كيف ما عم بتشوفوا، وبحطهم بمقلاي وبشيلهم على جنب. عندي هون 3 كاسات من الرز البسمتي المغسول والمنقوع لمدة ربع ساعة، بنزل فيه فوق الخضار كيف ما عم بتشوفوا، وبضبط ملح الرز وبشوحهم مع بعض. هلا لو حابين إنكم تسلقوا دجاج وتعملوا نفس الأكلة، ولا أحلى من هيك. كل شي بتعمليه انك بتسلقي الدجاج عادي جدا بطريقتك المعتادة بدون اضافة اي نوع من البهارات، بتشوي الدجاج عادي جدا وبتاخدي المرقة بتفلفلي فيها الرز، يا عيني ولا اطيب من هيك. انا ضفت مي، تمام، ارتفاع 2-3 سنتي عن الرز. بترك الرز ليغلي معي اول غلوة، بهدي الحرارة على الاخر وبترك الرز ليستوي معانا كامل السوا. بياخد معاكي من 20-25 دقيقة، مش أكتر من هيك. شوفوا لي بسم الله ما شاء الله قديش هالرز طالع نثري وبجنن. هالأكلة يا جماعة غير شكل. لو حبيتوا إنكم تعملوها لأولادكم أبدا ما تترددوا، لأنه عن جد بتشهي. كمية الخضار اللي شلناها على جنب حطيتها على الرز وزينا فيها بالمكسرات، ويا عيني إشي بشهي القلب. ضروري إنكم تجربوها. قدموها مع الخيار بالزبادي أو بالسلطة لو بتحبوا. أحبائي لو وصلتوا معي لهون وعجبتكم الوصفة، بتمنى تكتبوا لي تم و10/10 يا ملك. كمان بشرفني كتير أعرف من أي بلد بتتابعوني، كتير بحب شوف تعليقاتكم الحلوة وأتعرف عليكم من أي بلد. ألف صحة وعافية مقدما، دمتم بألف خير. بشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو كتير قريب، وباي باي.